السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية تنظيف الأسنان للإمام ابن سيرين عند الطبيب، أو حلم تنظيف الأسنان عند الدكتور للإمام ابن سيرين. وحابة أقول إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ورؤية تنظيف الأسنان في عيادة الدكتور بتدل على بشارة وعلامة لصاحب الرؤية، أو بتدل على تخلص صاحب الرؤية من الهموم والاضطرابات اللي بيعاني منها في الفترة الحالية، وإن الفترة الجاية إن شاء الله هتكون فترة جبر خاطر ليه، سواء كان رائي أو رائية. وكمان رؤية الرجل إن هو بيذهب لطبيب أسنان وبينظف أسنانه عند الطبيب، فده بيدل على تخلصه من الأخطاء اللي كان بيرتكبها والمعاصي والذنوب، وإنه بيتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. والمرأة المتزوجة اللي بتشوف اللي بتشوف إنها راحت لطبيب الأسنان أو دكتور الأسنان عشان تنظف سنانها، فدي علامة أو بتدل على إنها بتحاول تبقى أحسن في بيتها وفي أسرتها، أو بتحاول دايما إن أسرتها تكون في أحسن حال. ودي بشارة ليها إن إن الفترة اللي جاية هتكون فترة خير وسعادة ليها ولأسرتها في الفترة اللي جاية. ولو كان في خلاف ما بينها وما بين أحد أفراد أسرتها، فده بيدل على إن شاء الله الخلافات دي هتتحل في القريب العاجل، وإن إن شاء الله الأسرة هترجع لحالتها الطبيعية، وهيبقوا إن شاء الله عايشين في سلام وسعادة، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان الفتاة العزباء اللي بتشوف إنها بتروح لطبيب أسنان عشان تنظف سنانها، فده دليل على او بشرى ليها بالزواج القريب من شاب صالح. في شاب صالح هيكون زوج وسند ليها، وهيحبها، وهيكون في ما بينهم ود ورحمة ان شاء الله، والله تعالى اعلى واعلم. وكمان رؤية الشاب الاعزب ان هو بيذهب لطبيب اسنان فده عشان ينظف سنانه، فده ان شاء الله دليل على زواجه من فتاة تقية هتكون زوجة صالحة ليه بأمر الله في القريب العاجل. والمرأة المطلقة والأرملة اللي بتشوف إنها بتنظف أسنانها عند طبيب الأسنان أو عند دكتور الأسنان، فده بيدل على تصحيح الأخطاء السابقة، وإن الفترة اللي جاية هتكون فترة عوض ليها، والله تعالى أعلى وأعلم. أشوفكم الفيديو الجاي على خير.